السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقاء لله وربنا المستعان. امبارح شفنا جماهير الاهلي وهي بتتقتل. النهارده 2 فبراير الساعة دلوقتي 4 وربع العصر. الناس ماتت الله يرحمها. مين اللي عمل كده؟ ممكن يكون حد من أذناب النظام، ممكن يكون حد من بقايا أمن الدولة، ممكن يكون حد من بقايا الحزب الوطني. رأيكم يا مصريين ده ممكن؟ في ناس ممكن يكون ده رأيها وأنا هحترم رأيهم. أنا ليا رأي تاني. ليه ما نقولش إن اللي عمل كده عمر عفيفي؟ ليه ما نقولش مثلا أنا جاي لكم في ناس كتير قوي هقولهم دلوقتي. ليه ما نقولش اللي عمل كده عمر عفيفي؟ طب احنا شفنا فيديو لعمر عفيفي، اخر فيديو ليه الاسبوع اللي فات اعتقد، ذاع فيه تسجيل صوتي لواحد من قيادات الامن في بورسعيد. نسمعه كده اهو. وقبل ما نقول هيحصل ايه، انا بدعوكم تشوفوا هذا دقيقتين معلش، علشان ربنا بعت لكم من عنده ومن وزارة الداخلية نفسها وعلى لسان مفتش مباحث فيها الخطة الكاملة. هي دي خطة 25 يناير القادم، وأرجوكم تشوفوا الفيديو ده. الأخ البلدي أعلن انسحابه من السباق الرئاسي وأعطى إشارة كده معينة، والكلام ده إحنا كلنا يعني بحكم يعني إحنا يعني بنفهم، يمكن بنفهم أحسن منه أو أحسن مننا. إن الساعة 2 يوم 25 يناير الساعة 2 بالدقيقة الشعب المصري كله يقف دقيقة في الحداد وأنا هكون معاكم في الشارع. أتمنى من ربنا إن الساعة 2 بالدقيقة يكون الشعب كله فعلا في الشارع زي ما قال الأستاذ البلدي، وهو ده على دماغنا. واحنا هنقف فعلا دي حداد عن قناعه وعن ثقه وعن ايمان بحق الشهداء اللي ماتوا عشان يخلي واحد زي يمسك الميكروفون ويتكلم. بس احنا مش هنقف في الشارع عشان بعد الساعه 2 بدقيقه ننفذ المخططات اللي احنا سامعين عنها والله اعلم، عشان برضه ما نخبطش في حد وندمر حاجه. احنا عايزين كل الناس تنزل الشارع، عايزين كل الناس الساعه 2 بدقيقه يوم 25 يناير تقع بعد دقيقه الحداد يتوجهوا الى كل المنشات الحيويه، كل واحد جنب بيته. مش هقول بقى ان كل واحد يروح عند اسم الشرطه ويروح عند معسكر الجلاء اللي في البلد، لا لا لا. خليكم في مكانكم، كل واحد يروح يقف في اقرب منشاه، مش هقول شرطيه ولا عسكريه. يا لو هو تخيل ان مبنى بور الميه اللي جنب بيته منشاه هامه لانها تضخ الميه عنده، يقف جنبها. لو هو متخيل مبنى الكهرباء او برج التليفونات او المستشفى اللي جنب بيته على بعد شارع واحد من بيته مهم، اقف عندها. الشعب اللي نزل يوم 25 يناير وقام، مفيش ثوره في الدنيا قام فيها 15 20 مليون واحد نزلوا الشارع بالمنظر دوت، لازم ينزلوا تاني. والمره ديت مش هينزلوا ضد الثوره، ينزلوا مع الثوره، ينزلوا يطالبوا مطالب الثوره ويستكملوا الثوره ويحموا البلد. البلد لازم تتحمي ومحدش هيحميها. البلد مش هيحميها جيش، البلد مش هيحميها شرطه، البلد هيحميها شعبها. الشعب لازم يشيل مسؤوليه نفسه. الشعب لازم ياخد باله ان هو مطالب منه وللمره الاخيره في حياته انه لازم ينزل يقف يحمي مقدرات بلاده. اللي موجود ده من اسم شرطه، عربيه الشرطه اللي اتحرقت، انا اتحرقت عربيه الشرطه بتاعتي واتحرق مكتبي، اتعمل مكتبي وجات لي عربيه جديده بس جم من فلوس الشعب، ما جاتش من فلوس ولا فلوس الداخليه. هيتحرقوا تاني هيجي لي برضه تاني ومن فلوسك برضه انت كمان. فمش معقوله بقى كل شويه تحرق العربيه وكل شويه اجي اجيب من ضرايبي ومن فلوسك. طب هي فلوسك، احمي نفسك، احمي بلدك، احمي منشآتك. ما اكدبش عليكم، انا اول ما سمعت وشفت الفيديو ده بصت ايدي وش وظهر وحمدت ربنا وسجدت له وقلت يا من انت كريم يا رب. جت منكم ولا جاتش مني. الكلام جاي من وزارة الداخلية وجاي على لسان راجل عقيد محترم مفتش مباحث في بورسعيد. وهذه الثورة هتكمل بشكل طبعا بتعليمات وزارة الداخلية وندائها ومناشدتها للجماهير وثابت، والفيديو عندكم، وبشكل محترم وقانوني 100%، والحمد لله. وبالتالي احنا هننفذ بالحرف الواحد
اللي قاله وطلبته وزارة الداخلية، وهننزل بناء على طلبهم نكمل ثورتنا، وهننزل بالحرف. كل واحد هينزل يأمن المنشآت الهامة والحيوية زي ما قال سيادة المفتش بالظبط. وانا بشكركم، متشكرين يا احمد بيه، ربنا يكرمك. احنا عارفين ان قلبك على مصر. يوم 21 يناير 2012 نزل فيديو لواحد اسمه احمد طاهر، عقيد او مفتش بورسعيد. يوم 22 عمر عفيفي عمل فيديو. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ اللي اسمه احمد طاهر بصفته ايه بيخاطب الشعب، وبيخاطبه فين؟ في ندوة. ما انتوا لو بصيتوا تحت الفيديو دوت في الديسكريبشن تحت هتلاقوا مكتوب ان دوت احمد طاهر كان قاعد في ندوة مع عقيد تاني زيه، وبيقولوا ان احنا ما اعرفش ايه وده ندوة في محافظة بورسعيد من رجال الامن اللي في بورسعيد، يبقى المفروض يتكلم ويخاطب سكان بورسعيد، مش يقول الشعب. شعب مين؟ شعب مين؟ المهم، اشمعنى واحد من بورسعيد من رجال الامن اللي قال الكلام ده؟ اشمعنى؟ طب ليه مش من مديرية امن اسوان؟ ليه مش من مديرية امن اسماعيلية؟ واسماعيلية مدينة من مدن القنال. ليه مش من مديرية امن السويس؟ ليه واحد من المدينة اللي هيحصل فيها المذبحة بتاعت استاد بورسعيد؟ ليه؟ ليه واحد اسمه احمد طاهر بيتكلم وبيقول الكلام ده؟ لان احمد طاهر من الخونة اللي باعت مصر. في رأيي الشخصي انا بتهم الراجل ده، لو كان الفيديو ده بتاعه هو فعلا حقيقي، انه شريك عمر عفيفي. في واحد ممكن يتفرج على الفيديو بتاع احمد طاهر يقول لي يا راجل ده كان بيهاجم عمر عفيفي. ايوه، عشان يضحك بيه على المغفلين من امثال مؤيدي عمر عفيفي. وعمر عفيفي لما جاب الفيديو، لما جاب الصوت بتاع احمد طاهر بيقول ايه؟ جت من عندهم، جت من الداخليه. الداخليه هي اللي بتقول لنا هنعمل ايه. والله كويس. وفضل يقول عليه انه سيادة العقيد احمد طاهر الشريف العفيف الطاهر. احمد طاهر مفتش مباحث بورسعيد بيوجه رسالة صوتية للشعب يوم 21 يناير، وعمر عفيفي بيوجه مؤيديه من الشعب اللي هو بيدعي ان في ناس معجبين بيه كتير قوي، اللي كل شويه يخشوا في اليوتيوب ويكتبوا له كومنتس، تعليقات بتأيده ويقولوا له انت العقيد بتاعنا وانت ما اعرفش ايه. وانا ما استبعدش ان هم يكونوا تبع لجنه الكترونيه تبعه. الله اعلم، الله اعلم مين اللي بيأيد عمر عفيفي على المواقع الالكترونيه. الله اعلم مين دول. لكن انا في رايي احمد طاهر ومدير امن بورسعيد ومحافظ بورسعيد لازم يتحقق معاهم. لكن انا بتهم مين؟ انا بتهم احمد طاهر. يطلع بريء، الله اعلم، الله اعلم. يطلع مدان، الله اعلم. لكن انا في رايي بعد الحوار اللي سمعته منه على اليوتيوب ان اللي اسمه احمد طاهر دوت من الخونة اللي باعت مصر. يا جماعه في فيديوهات اعملها لكم بتكلم فيها عن اخر 5 سنين وازاي امن الدوله فيها افراد باعت مصر. المهم دلوقتي عمر عفيفي
واحمد طاهر الاتنين كلامهم واحد. احمد طاهر بيقول هنكمل ثورة الشعب. احمد طاهر بيقول ان الملايين اللي نزلت دي نزلت واحنا هننزلهم تاني ويأمنوا. يأمنوا مين؟ يأمنوا ايه؟ وعمر عفيف ياخد من كلامه المتفق عليه ويقول، عمر عفيف يقول لأتباعه اللي هنا من سياسيين وعناصر خارجية لسه قاعدة في البلد. المهم ليه ما نقولش انهم الخونة المتواجدين جوه مصر اللي زعلوا قوي على اعتقال او التحقيق مع ابن وزير النقل الامريكي سام لاهود او سام لاحود الاسبوع اللي فات. كلنا عارفين ان الاسبوع اللي فات القوات المسلحة او الحكومة المصرية عامة مسكت ابن وزير النقل الامريكي سام لاهود او لاحود وبيحققوا معاه. وسام لاهود بنفسه اتصل باذاعه معينه امريكيه وقال لهم ان هو بيتوقع انه هيتحبس 5 سنين في مصر. تقوم الحكومه الامريكيه من 3 ايام تطلع تصريح غريب وتقول فيه في الواشنطن بوست اللي حصل بيننا وبين مصر عمره ما حصل بيننا وبين روسيا والصين وفنزويلا. ايه اللي حصل بين امريكا وبين مصر؟ ان المصريين دلوقتي او الحكومه المصريه بيحققوا مع ابن وزير النقل الامريكي في قواضي حقوقيه غير مصرح بيها جوه مصر. طب جميل قوي الكلام ده. يمكن دوت زعل اخواننا البعدة الحقوقيين اللي عايشين في بلدنا اللي راحوا اتدربوا في امريكا. مش في ناس راحت اتدربت في امريكا؟ في ناس راحت اتدربت في امريكا، في ناس راحت اتدربت في صربيا، في ناس راحت اتدربت في صربيا. الناس دول حقوقيين؟ الناس دول حقوقيين. وسام لاهود حقوقي؟ سام لاهود حقوقي. ودرب بعض المصريين هنا؟ ايوه درب بعض المصريين هنا. على ايه؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه. ده اللي احنا بنطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحه انه يقول لنا بقى. خلاص مفيش وقت بقى، احنا عايزين نعرف بقى الحقيقه بقى. يعني ايه؟ يعني انا بتهم الحقوقيين في ان هم السبب في اللي حصل. الحركات السياسيه. ليه هنتهم حزب وطني وامن دوله؟ ليه؟ الحزب الوطني هو اللي عمل احداث محمد محمود؟ امن الدوله هي اللي عملت احداث مجلس الوزراء؟ النظام البائد هو اللي عمل امبارح خلى الناس في بورسعيد تقتل جماهير الاهلي؟ هم دول اللي عملوا كده؟ و6 ابريل بتصريحاتهم اللي بنشوفها كل يوم على التويتر والفيسبوك والجمعيه الوطنيه للتغيير وحركه كفايه والثوريين الاشتراكيين اللي بصوا بيقولوا ايه؟ هو المصريين خلاص ما بقوش يفهموا؟ لا الحمد لله بنفهم، بس فينا خونة وفينا جهلة. فينا جهلة. المهم فبيقولوا قال إيه ليه ما يكونش النظام البائد هو اللي عمل كده؟ ممكن يكون النظام البائد هو اللي عمل كده. الحيثيات احنا مستنيين اللي بيهاجموا النظام البائد يقدموا لنا. لكن انا عايز اقول حاجه ثانيه بقى. ليه ما نقولش الحقوقيين اللي انتوا عارفين ان انا ببغض الحقوقيين في الله هم اللي دبروا الحاجات دي؟ احداث محمد محمود، مجلس الوزراء، ماتش الاهلي والمصري بورسعيد. طول ما احنا بنتوقع، احنا عايزين نتوقع بقى ان اللي عمل كده يكون مثلا البرادعي، مثلا ايمن نور، جورج اسحاق، الغزالي حرب. الحقوقيين او اتباع ابن وزير النقل الامريكي اللي قبضنا عليه الاسبوع اللي فات. صح ولا لا؟ المهم اللي انا عايز اقوله قلته قبل كده، ان بلدنا دلوقتي مليانه عناصر خارجيه. بلدنا دلوقتي ابو دومه بيقول لكم هنحرق ونقتل، اسماء محفوظ بتقول لكم هنغتال ونقتل، علاء عبد الفتاح بيقول لكم هنبهدل الدنيا. ليه ما بتتهموش العيال دي ان هي عملت كده؟ في واحد ممكن يقول والعيال دي هتعمل كده ازاي؟ مصر دخلها اكتر من 40 مليون دولار خلال السنه اللي فاتت. طب تعال